الشباب شلون جاي ترجع للتراث. هنا مجموعة من الشباب يحبون لطميات التراث بشكل مو طبيعي، وقرروا يسوون تجمع لإحياء التراث النجفي، وبدليل الحضور بنسبة 95% بس شباب. زين شنو هو هذا الطور النجفي أو التراث النجفي؟ يبدأ هذا التراث بالقصيدة الأولى اللي هي هاي قدامكم واللي يسموها القعدية، يعني يتم إلقائها من قبل الرادود والجمهور يبقى قاعد. هاي القصيدة انتقاد وتوجيه وتحفيز وتشجيع وبصورة بطولية ورجولية، مثلا مشاكل اجتماعية والخوة شو صارت هدد، أو انتقاد مشاكل سياسية، اللي محسوبين شيعة وإلها بالدولة مناصب، أو معالجة وانتقاد مشاكل دينية. الما عنده غرة مستحق ومشاها لحية ومسمحة. وبعدنا بالتراث، وهنا راح يوقف الجمهور ويخلع ملابسه او مثل ما يسموها يتهدد. وهنا لفتهم ومحبتهم لهذا الطور التراثي. سلسلة وترتيب هذا النوع من العزاءات تنطي للعزاء روحية مو طبيعية، وهي وحدة من جماليات هذا العزاء. وبعدها ينطلق العزاء التراثي وبروحيته اللي ما توصف.